السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا رجعنا لكم تاني للدوري المصري بعد الكارثة بتاعت امبارح، طبعا الأهلي وصن داونز. ويا رب تعدي على خير، يا رب إن شاء الله تعدي على خير على للكل، مش الأهلاوية بس، لأن أنا أعتقد إن مصر كلها كانت حزينة امبارح بسبب اللي حصل للأهلي. وإن شاء الله تبقى كبوة وتخرج ونخرج منها كلنا يا رب، ونشوف إيه قرارات الإدارة الجديدة وايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه ان شاء الله. طبعا النهارده الدوري المصري كان النهارده كان فيه مباراتين. مباراه فيوتشر النهارده مع اسوان في اسوان، ومباراه الزمالك اللي هي المباراه الثانيه كانت ضد الزمالك وكان انبي. والمباراتين النهارده، يمكن مباراه اسوان النهارده كانت نوعا ما كويسه، يعني جميله، كان فيها كوره. بس فيوتشر النهارده كسب بخبره علي ماهر وبعض اللعيبه اللي في الملعب طبعا. مع ان برضو يعني انا اعتقد ان اسوان عندها الخبره الكافيه برضو انها تقدم مباريات كويسه، بس طبعا النهارده فيوتشر باغت اسوان وعمل ماتش في الشوط الاولاني، كان ماتش عالي جدا بالنسبه للفيوتشر. وجابوا الهدف الاولاني في الدقيقه 7 كريم ندفد. وفي الشوط الثاني نزل اسوان حاول في كذا هجمه فعلا كانت ممكن تخلص، بس طبعا اسوان برضو مش يعني في ال 18 مفيش الهداف اللي يخلص بالنسبه لاسوان. ففي الدقيقه 78 من الشوط الثاني احرز علي زعزع الهدف الثاني ليهم في الدقيقه 78. وملك ايفونا وراه على طول مباشره في الدقيقه 79 احرز هدف اسوان الوحيد. وانتهت المباراه النهارده 2-1 لفيوتشر. طبعا هدف ملك ايفونا النهارده كان هدف جميل جدا، هدف تحس ان فيه بنكهه كده اللاعب الحريف كوره يعني. وبس طبعا اسوان ما لحقش ان هو يرجع للمباراه. نفس القصه، واسوان كان مستحوذ على بعض المباريات وبعض اوقات في المباراه كان اسوان كان كويس وكان فيها هجمات كويسه. بس برضو للاسف ملك افونا لما نزل هو اللي عمل الشغل ده كله. انا ما اعرفش طبعا هو ما نزلش من البدايه ليه، ما اعرفش اذا كان مصاب او اذا كان، يعني ده طبعا امور فنيه، انا اعتقد انها امور فنيه. بس اسوان قدم مباراه كويسه النهارده جدا ضد فيوتشر، وفيوتشر طبعا زي ما احنا فاهمين كلنا ثالث دوري. فمع اسوان يعني مباراه كان انا كنت حاسس انها تبقى مباراه جميله، وخاصة انها في اسوان. وفعلا كانت مباراة كانت جميلة جدا وكانت كويسة وكان في تكتيك في الملعب كويس. بس علي ماهر طبعا بخبرته قدر ينهي المباراة النهارده لصالح فريقه فيوتشر ويكسب 2-1 النهارده. المباراة التانية بقى اللي هي كانت بين الزمالك وانبي، يعني مباراة من برضو ما زال الزمالك مستمر في مسلسل الهزائم بتاعه الفترة الأخيرة. طبعا النهارده الزمالك اتغلب 2-0. وللاسف الشديد برضو لعيبه الزمالك نفس القصه، نفس اللي كان بيعمله امبارح لعيبه الاهلي في مباراه سان داونز في افريقيا، نفس اللي بيعمله الزمالك النهارده في مباراه انبي. تحس ان برضو في استهتار، لعيبه غير مسؤوله، تحس ان في حاجه غلط في الملعب. انا مش عارف اللعيبه دي مالها، والله انا ما عارف يعني ايه اللي بيحصل في الملعب من لعيبه الزمالك، انا مش قادر استوعب. تحس ان في لا مبالاه، مفيش روح، مفيش انك تحافظ حتى على انك ما يجيش فيك جون. لا، جه فيك جون وجه فيك التاني وكان ممكن يجي التالت. وللاسف الزمالك محلك سر زي ما هو واقف. واللعيبه حتى على ال 18 كان اخر لعيبه الزمالك على ال 18. لا حد عارف يخترق من القلب، ولا حد عارف يعمل اوفر مظبوط، ولا حتى زيزو عارف ياخد كوره من نص الملعب او يروح بيها ويشوط، لان انا حاسس ان زيزو في حاجه غلط. مش ده زيزو برضو اللي احنا متعودين عليه بامانه. فالنهارده برضو الزمالك خسر النهارده 2-0 من انبي. الهدف الاولاني جه من رفيق كابو في الدقيقه 21 وفي الشوط الاولاني، والهدف الثاني جه في الدقيقه 67 من علي فوزي، هدف جميل جدا حطه حلو قوي بصراحه. وانبي ما كانش مستحوذ على المباراه ولا حاجه، بالعكس الزمالك كان مستحوذ على المباراه بالكامل، بس بدون اي فايده. اللعيبه كانت بتنقل كوره مظبوط تمام مفيش مشاكل، بس لحد ال 18 كان اخر الزمالك. ده اللي انا كنت شايفه النهارده. وبرده نفس القصه بيلعب بالمسلوسي، ونفس القصه بيلعب بدونجا ورؤى في نص الملعب. يا جماعه والله العظيم الكوره كده ما هتتقدم باللي بيحصل ده، ان انت تلعب يعني انت لو فايز ماشي اوكي، لكن انا بشوف يعني مثلا صن داونز امبارح كان مخلينا مبهرنا في الكوره. بسبب اخطاء لعيبه الاهلي، بس للاسف كانت لعيبه فعلا جاده في الملعب. اللاعب عارف بيروح ان هو رايح على لاعب هيعدي، سيان مين اللي قصاده هيعدي. النهارده بقى لا، الزمالك لمسه واحده اوكي مفيش مشاكل، بس مفيش الاوفرات ولا في الاتقان ولا في التسديدات من خارج ال 18. وطبعا النهارده الونش، الحمد لله على سلامه الونش، رجع النهارده. وان شاء الله باذن الله يبقى موفق الفتره اللي جايه مع النادي مع الزمالك، ويبقى مؤثر كالعاده، لان احنا اتعودنا من الونش على كده طبعا، سواء كان في زمالك او سواء كان في المنتخب. بامانه احنا كنا مفتقدينه، والحمد لله على سلامته النهارده. وللاسف الزمالك النهارده ما زال في المركز الخامس. وطبعا انبي النهارده بعد ما كان في المركز
ال 15. ازح طبعا المركز 13 النهارده ب 20 نقطه، والزمالك ما زال زي ما هو 33 نقطه، وفيوتشر 39 نقطه، 42 نقطه طبعا بعد فوز النهارده على اسوان. وطبعا هقول لكم ترتيب الدوري لحد النهارده. طبعا في بكره ماتش بيراميدز والبنك الاهلي. طبعا ترتيب الدوري حتى اليوم: الاهلي 44 نقطه في المقدمه، فيوتشر 42 النهارده طبعا بعد فوزه على اسوان، بيراميدز 39 نقطه، الاتحاد السكندري 36 نقطه، الزمالك 33 نقطه في المركز الخامس، المقاولين العرب 32 نقطه في المركز السادس، المصري البورسعيدي 28 نقطه في المركز السابع، فاركو 27، وسموحه 27 ثامن وتاسع، غزل المحله 27 عاشر، سيراميكا كليوباترا 25 نقطة في المركز ال11، أسوان في المركز النهارده برضو 25 نقطة بعد الهزيمة النهارده في المركز ال12. طبعا ام بي النهارده بقى في المركز 13، داخلية 20 نقطة في المركز ال14، طلائع الجيش 17 نقطة في المركز ال15، الإسماعيلي في المركز ال16 16 نقطة، 17 حرس الحدود ب 16 نقطة، 18 البنك الأهلي ب 14 نقطة. وطبعا الإسماعيلي مازال في المراكز المتأخرة في ترتيب الجدول. ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان هم كمان يرجعوا، ونتمنى ان الزمالك يرجع للدوري، ونتمنى طبعا لما الاهلي يرجع برضو. لسه طبعا الاهلي هو 18 مباراه ولسه له مباريات مؤجله، 3 مباريات مؤجله، وربنا يسهل ان شاء الله في اللي جاي. وطبعا دي كانت احداث النهارده بالنسبه للدوري المصري، واحنا اسفين طبعا على الحاله النفسيه اللي احنا فيها طبعا، واللي احنا طبعا يعني بقدر الامكان حاولنا نعمل فيديو على اساس خاطر ان احنا نوصل لكم النهارده الاخبار النهارده بتاعه الدوري. لكن الحاله النفسيه اللي احنا فيها بامانه يعني بسبب الماتش بتاع امبارح، بس للاسف ان شاء الله ربنا يعديها على خير، ويعدي مصر من الكبوه دي كلها على خير ان شاء الله باذن الله. اشكركم وتصبحوا على الف خير. بس اتمنى قبل كل شيء ان انتوا تدعمونا ولايكات وشير علشان نقدر نكمل معاكم ان شاء الله. تصبحوا على الف خير.